وتخرج المغرب غدوه. اقسم بالله غير كبش نحطوا، وراكم تعرفوا الكلمه هذيك والله. والناحيه طريفات اللحم كيما تقول يما نديروا بهم الجفنه تاع الرشته تاع كيما خرج دي جي رفيق، باسكو النذر هذاك وقريب يدور عليه العام. والله غير تجو، اقسم بالله غير تجو اللي راكم في اللايف، اقسم بالله غير تجو وتخرج غدوه. الكبش من عندي اقسم بالله. نتكي الكبش عليا القازوز. يا خلاص ليكيب ولا زرده نديروها لايف، اقسم بالله اقسم بالله غير زرده لايف، اقسم بالله غير زرده. الرشته لا الكبش كاع نروحو نخسرو ندير رشته، لا نواسوه كبش نخدمولو خاوتي، عندي ليسباس نخدمولو هذيك وين نشويوه الكبش هذاك. اقسم بالله ما راني نقصر، اقسم بالله اقسم بالله العظيم. ويخرجوا غدوه المغرب غير كبش كيما كان الحال. نعاود نبيع الكاميرا ونجيب الكبش هذاك ونتكيه هنا، نتكي الكبش هنا نحط الاخر منا نخدمولو. والله اذا لا عليا قليبزو. الكبش شخصيا يتكلم مع كامل اعتذاري للكبش، حيت قارنتو بكلب كان باغي يدير زرده لايف الى خرج المغرب بكبش، وباش غيشري داك الكبش اللي غيدير به الزرده غادي يبيع كاميرتو. ايوا سير راه عندك الزهر، اما كورك بعتي حاجه اخرى، اما الكبش كبير عليك يا اخو، كتشوفو غير في التلفازه. ورفيق بوبكر كيسلم عليك. في شنبي هذا ما تروح اليوم، خسارتك وخروجك من البطولة بيد السعودي. هلا حس هلا بالزين، بركاتك يا شيخ. لا هادي البركة قبل الحركة. هاد اللقطة هادي البارح كانت واعرة صراحة، حصرت الجماهير السعودية بعد فوز المنتخب المغربي. لا صراحة هادي كذبت فيها، السيتي ياكل الزريعة ما كاين لا حصرة لا والو. سيمانة كاملة وهما هاتوا المغرب هات. مبروك فوز المنتخب الوطني المغربي الرديف على المنتخب الوطني السعودي الرسمي بقيادة رونال بنتيجة 1-0. المنتخب المغربي يتأهل لدور ربع النهائي لكأس العرب متصدرا المجموعة الثالثة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد. ولكن واخا هكاك قالك بلي هما احسن منا، وباللي المغرب خطف منهم المباراة بالحظ، وباللي دخلوا غير بالمنتخب الرديف. ايوا المغرب باش دخل. مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. اليوم المنتخب المغربي، منتخب المغرب يحقق فوز على المنتخب السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله اللاعب المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد السعودي السابق ولاعب نادي الظفرة الأماراتي حاليا. رديف السعودية مع رديف المغرب بهذا الشكل اللي ظهر اليوم، لا تزعل، واللي يقول لك لا ما تزعل هذا معليش، هذا واحد طموحه وسقف طموحاته محدود جدا. احنا عندنا آمال كبيرة في المنتخب السعودي انه يحقق البطولة هذه. صحيح المنتخب السعودي والاتحاد السعودي عندهم أولويات انهم يعتبرون هذه البطولة هي نوع من التحضير، لكن السعوديين غايبين عن البطولات منذ سنوات طويلة. في أجيال سعودية لم ترى المنتخب السعودي يحمل أي بطولة سواء خليجية أو عربية. حقيقة ليس لأني أنا سعودي. اليوم المنتخب المغربي خطف المباراة بحظ كبير، حتى كمعطيات للمباراة وكطريقة وكاللي شفناه، حتى التعادل ما يعني كان ظالم للمنتخب السعودي. إلا أنه هذا يعني أنه لازم يتحمل قراره باليوم بلعبه بالفريق الرديف، بأنه ذاهب إلى البطولة، وأنه هذه المباراة كان فائدتها تجهيز البدلاء للمنتخب. الأخطاء واردة، لكن في أخطاء يعني تستغرب من أخطاء يعني اللي حصل في الهدف، يعني بطريقة عبد الإله العمري
ومراد يعني مراد يمكن اول مباراه، الا انه لقله خبرته انه ما يمكن ان تاتي باللاعب من ظهره. انت لاعب محور، يجب ان تواجه اللاعب وجها لوجه مهما كان، وكان ممكن تطلع، لكن بالنهايه احنا متاهلين، لازلنا في البطوله، ناخذ الامور بايجابيه كبيره، انه هذه تهيئه الى ان شاء الله الى الادوار القادمه، واننا ان شاء الله ذاهبين الى النهائي. تتفرج على السيناريو اللي صار اليوم، تتفرج على الهدف اللي سجله كريم البركاوي. شوف اللعبه، شوف اللعبه، شوف الكابتن عبد الله العمري مع نواف بوشل. يعني الان بهدوء شوف اللعبه، الان في عندك تمريره خاطئه، نحاول نسرعها، تمريره خاطئه ماشي، اخذها اللاعب، كابتن وقف وارجع يا جماعه انتم عارفين بتكلم عن ايش يا اخواني، ارجوكم ساعدوني ها. يعني اللاعب انفرد، توقف كابتن عبد الله العمري، هذا وقته تكلم نواف البوشل تقعد تنتقده بعدين يا كابتن، بعدين الكلام هذا. كويس انها صارت في هذه البطوله، لا تصير في كاس العالم. ما هو وقت عتاب ورباب ونقاش، يعني ما هو وقتها، هذا كوم، هذه مش مصيبه في الدفاع. تيجي تتفرج على الكابتن عبد الله الحمدان لما جاي ينفذها، ولا افهم ايرفي رينارد باي منطق واضحه. عبد الله الحمدان اكيد راح يسددها بشكل قوي جدا، يا فوق يا يمين يسار. حساسيه قدم اللاعب في المباريات على المرمى ما هي في افضل شيء، تقوم تحط اللاعب في هذا الموقف. عندك فراس البريكان، ليش ما خلى فراس البريكان وهو مضمون ما شاء الله تبارك الله في تسديد ركلات جزاء؟ كنا نحتاج النتيجه على الاقل التعادل، نتاهل كاول المجموعه، ليش نتاهل ثاني المجموعه؟ شيء يعني الحقيقه صعب جدا، لكن نقول الحمد لله ذهبنا الى دور الثمانيه. محتاجين تاهل قوي، احنا تاهلنا في كاس العالم بفارق الاهداف يعني عارف، ما ماشي رحنا كاس العالم خلاص، بس منطق ان احنا فزنا تاهلنا. اللاعب عبد الله الحمدان مهاجم الهلال السعودي، هو من اب سعودي وام مغربيه، كان باغي ماركي علينا بيلانتي للتاريخ، ولكن ضيعها حيت خاف موت سخط عليه. واحد من الجمهور السعودي قال باللي عبد الله حمدان ضيع علينا فرصه تعادل ضد المغرب، وقال علاش ينفذ ركله جزاء بهذاك الاستهتار هذاك، وقال باللي فقدنا الصداره ومباراة كان ممكن تحسب لنا في التاريخ امام المغرب، وللاسف ضيعناها. قبل المباراة هاتوا المغرب، وبعد المباراة يا ريت كون تعادلنا. يا جمال ايش فيك انت يا اسمعني، ترى في مغاربه برا اطلع من باب الخادم عبد الله الكعبي كيرد على الكويتي اللي اتهم المغرب بتزوير اعمار اللاعبين الاقل من 20 سنه. المنتخب المغربي المشارك مع السيد محمد وهبي في كأس العالم في تشيلي، وهو بطلها المغرب، شارك بالأرقام الحقيقية والصادقة، ومعروفة طبعا الجامعة الملكية المغربية تعمل من أجل المغرب والمنتخبات الوطنية. أرقام صحيحة. عبد الله الكعبي تربطه علاقة مع بعض اللاعبين، تربطني علاقة مع بعض اللاعبين، لعيبة صغار والله، لعيبة صغار. الزبيري، سعد الحداد، عثمان معمة، والله أقل من 20 سنة، وأرقامهم حقيقية، وصغار بالسن. اللي عايش في إيطاليا، اللي عايش في بلجيكا، اللي عايش في هالدول، اللي عايش في البرتغال، الزبيري، هذه أرقام حقيقية وواضحة، وما في تقليل. لا تقلل من الجامعة الملكية، أنت افتخر بهذا المنتخب العربي اللي ماخذ بطل العالم، لا تشكك فيه ولا تحاربه بالأساس. عمل إداري محترم من السيد فوزي الأقجع والجامعة الملكية المغربية. أنت مين تتكلم عن المغرب بالأساس؟ هذه الإنجازات تتكلم عنها، لا عبد الله الكعبي ولا أنت الكابتن أو المحلل.
انا ما اقيم عمل الجامعه الملكيه المغربيه او العمل المنتخبات المغربيه، هي العمل اللي يتكلم عن نفسه بالضبط. هو مش تقليل. لا تتكلم بالارقام اذا ما عندك المعلومه. انت افتخر بهالمنتخب العربي، تقول لي ارقام وتقول لي لا، ما ينقال هذا كلام، ما ينقال على المغرب ولا الدول العربيه. لا تستغرب كابتن لا تستغرب، تفضل. لان لا تستغرب من بعض الاراء اللي انت تسمعها كابتن، لان هذه الناس ما تبغى تشتغل، ما تبغى تتطور، فبالتالي دائما تلقى احاديثهم الناجح وين؟ انا بروح وبقلل من انجازاته. انت روح استفيد من العمل اللي وصله انه يكون يطلع بهذه الصورة. شو عمل؟ شو سوى؟ كيف اشتغل؟ باخذ التجربة هذه وببدأ اشتغل وبضيف لها الامور اللي انا ممكن ترجحني. هذا الشيء مو موجود في اوروبا. نعم صحيح. هذا الشيء موجود فقط في العالم العربي.